السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبأحسن صحة وفي أحسن حال. النهاردة معانا غدا عبارة عن كوارع ورز بشعرية وشوربة. بس ما عملتش طبخ ولا أي حاجة خالص، لقيت إن الأكل ده يكون كافي. هنجيب حلة على النار، هنحط فيها شوية من المية، حبة من الفلفل، قطعة من البصل، ورق لوري، واتنين من الحبهان، وقطعة من الطماطم. هنحطهم في المية اللي بتغلي، وبعد كده هنغسل الكوارع وهنحطها في المية اللي بتغلي. وبعد كده هنحط فيها شوية من الفلفل الأسود. بعد كده معانا ده شكلها هو ما طلعتش ريم خالص نهائي. وانا بس بقى تستوي براحتها، علشان ما تكونش نص سوا وتنزل وكلام من ده، لا، عايزاها تبقى تستوى براحتها، تسيبيها على نار فوق المتوسط. ده شكلها هو بتغلي. والله يا جماعه ما طلعت اي ريم نهائي خالص. الشوربه بتاعتها رايقه. الطماطم معانا هي ما كنتش حطيتها في الاول، والطماطم قطعه من الطماطم معانا هي. ومعانا حلة على النار فيها شوية من السمنة، هنحط فيها 3/4 كوباية من الشعرية. وهنجيب معانا 3 أكواب من الرز المصري، هنغسلهم كويس وهنضيفهم على الشعرية بعد ما تتحمر معانا. ومعانا ورقة من الغار. بعد كده لما الشعرية تستوى معانا وتحمر معانا، هغسل الرز كويس، وبعدين هضيفه عليها، واضيف شويه من الملح، بس اظبط الملح بتاعي حسب الرغبه، ما يكونش حادق قوي. ده شكلها بعد ما احمرت. ده هون الرز عليها والملح عليها هون. بعد كده هدوم تقليبه. هحط القعد بتاعي. القعد بتاعنا النهارده هيبقى ممكن 3 أكواب من الرز عليهم 3 أكواب من المية، وال3/4 عليهم 3/4، يعني ممكن أحط 4 أكواب لو الرز بتاعي بيشرب مية. مش بيشرب مية ممكن أحط 4 إلا ربع أكواب من المية، على حسب القعد معانا. لو مش بتعرفي تحطي بالكوباية، ممكن تجيبي تعملي القعد بايديكي عادي لحد العظمة بتاعت ايديكي كده، بتاع الكفة، برضه هيظبط معاكي. مش هتعرفي تظبطيه بكده، ممكن تجيبي معاكي معلقة من الخشب، معلقة اللي هي بتاع الخشب اللي انت بتطبخي بيها في مطبخك، وتحطيها في نص الرز، برضه هيظبط معاكي القعد، مش هيبقى عالي عشان برضه مش يعجن منك. بعد كده هولع عليه. هو خلاص بقى انا هسيبه يستوي. بعد كده ده شكل الكوارع يا جماعة، 3/4 سوا. بعد كده معانا وده شكل الرز يا جماعة، شكله جميل جدا. شايفين السمنة في المنتصف عاملة ازاي؟ بعد كده يا جماعة هجيب حلة على النار، حبيت اعمل شوربة بشعرية. حلة على النار فيها شوية من السمنة، فيها شوية من الشعرية الشعر على اللسان، او لو انت مش متوفر عندك الا حاجة واحدة ماشي. بعد كده هفضل معاها اقلبها يمين في شمال لحد ما تحمر معايا. وهجيب نص كوبايه ميه او ربع كوبايه ميه، شويه حبه من الميه، وهقوم حطاهم على الشعريه بعد ما تحمر. وبعد كده اكون مجهزه الشوربه معايا، واكون مصفياها من اي طماطم، من اي حاجه موجوده في قلبها عشان تبقى رايقه. واحطها على الشعري. بعد كده اكون مظبطه الملح بتاعي في الكوارع قبل ما تنزل بحاجه بسيطه. احط الملح بتاعي. لو الكوارع شايفاها كبيره، اكبر يعني كبيره عن اللازم، او الحجم بتاعها كبير، ممكن اقطعها على كذا حته. لو مش حابه اقطعها، ممكن عشان ما تاخدش معايا وقت في التسويه، ممكن احط شويه من السكر. ده كان معايا نوعين من الشعريه يا جماعه، اهو شعريه شعر على شعريه لسان. وبعد كده هجيب معايا الكوارع بعد ما تخلص معايا، اكون مظبطه الملح بتاعها، واحط شويه من الزيت، ويبقى مقدوح شويه علشان ما تلزقش في الطاسه بتاعتك، او الحله اللي انت بتقلي فيها، او الصينيه، او اي حاجه انت بتقلي فيها. تخليكي تحطي شويه من الزيت وتسيبهم يتقدحوا، وبعد كده تحطي الكوارع وتغطي عليها، لان هي بتطرطش معانا. بعد كده يا جماعة
هنغرف بقى الأرز. بعد ما خلص هغرفه في الأطباق بتاعتنا العادية خالص، وهجيب الشوربة الأطباق بتاعتها احطها فيها برضو، واحط عليها ليمون بيظبط المناعة. وده شكل الكوارع يا جماعة هون بعد ما خلصت. ده الحلة على النار اهي فيها الزيت، وقعدت احمر فيها. شايفين الطراطيش بتاعتها يا جماعه؟ ده الطرطش عليا وكان معايا الاطفال وكده. ده شكلها هون. ده شكل الرز يا جماعه بعد ما استوى، جميل ولا معجن ولا محص ولا اي حاجه خالص. ده شكل الشوربه رايقه جميله جدا، وعليها الليمون اهي. كل طبق من الاطباق دي فيها ليمون تظبط المناعه بتاع اطفالك بالليمون، ده جميل خالص. ده شكل الكوارع بعد ما اتقلت يا جماعه. وصلتوا لحد هنا، ما تنسوش تعملوا له لايك وتشتركوا في القناة، وتصلوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ونحمد ربنا يا جماعة على أي أكل إحنا بناكله، علشان ربنا يبارك فيه. ونعلم أطفالنا أي أكل موجود لازم يتاكل، مش ابني يقول مش عايز. الشوربة دي لوحدها طعامة مفيش بعد كده. اي اكل موجود يا جماعة نحمد ربنا عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.